عمرك تسألت علاش كتحمس بزاف وكتوقف قبل ما توصل؟ راه المشكل ماشي فيك، المشكل فشي حاجه سميتها التحفيز كيجيك بحال شي شراره، كيبقى يقول لك واحد الصوت لداخل فيك انت قدا شد في طريقك وما الى ذلك. كتحس براسك قوي، ولكن من كتمشي للنشوه كتلقى راسك رجعتي لنفس النقطه. هنا خصك تعرف واحد الحقيقه قاصحه، التحفيز احساس، والاحساس ما كيبنيش الحياه. داكشي علاش غادي نحاولوا نعالجوا هذا الموضوع في هذا المقطع، ولكن قبل ما نبداو ما تنساوش تصليو على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. علم النفس العصبي كيهضر على واحد الحاجه سميتها الدوبامين. هاد الماده كتطلع ملي كتحمس، ولكن كطيح بسرعه. يعني التحفيز كيعتمد على ماده متقلبه، اليوم طالعه وغدا هابطه. اما الانضباط كيعتمد على العادات، والعادات كتمشي مباشره للاوعي ديالك. فين ما كاينش المزاج كاين التلقائي. الشخص المتحفز كيقول اليوم ما عنديش النفس، ولا ما عنديش الكانه، نخليها حتى الغدا. اما الشخص المنضبط كيقول ما فيا اللي يدير شي حاجه مزيان غادي نديرها. التحفيز كيسول واش حس براسك مزيان، الانضباط كيسول شنو خاص يدار دابا. الفيلسوف نيتشه قال الانسان القوي ماشي هو اللي ما كيطيحش بل اللي كينوض كل مره بلا اعذار. وكذلك الفيلسوف ماركوس اوريليوس، ما عرفتش الصراحه واش قلتها مقاده، المهم كان كيسجل في المذكرات ديالو دير الواجب ديالك حتى الا كان العقل ديالك كيقاوم. يعني الفلسفه ما كانتش كتعلم كيفاش تحس مزيان، كانت كتعلم كيفاش تكون قوي. اغلب الناس ما فاشلينش غير ما منضبطينش، كيقلبوا على الطريقه السهله، الدافع جديد والفيديو اللي كيحمس. ولكن النجاح كيتصنع في الصمت، في الايام اللي ما كيشوفك فيها حد، في اللحظات اللي كتكون فيها بوحدك وكتكمل. خلينا نكونوا صريحين مع راسنا، الانضباط ما كيجيش من القوه، كيجي من الفهم. حيت الا بنيتي غير بالحماس غادي يطيح مع اول تعب، اما الا بنيتي بذكاء غادي يبقى حتى في اسوأ الايام ديالك. حبس التفاوض مع راسك. اكبر عدو الانضباط هو النقاش الداخلي، داك الصوت اللي كيقول غير اليوم ماشي ضروري دابا، خليها حتى نكون في حاله مزيانه. هاد الصوت ماشي عدوك، ولكن ماشي القائد ديالك. الناس المنضبطين داروا واحد القرار خطير، ما كيتفاوضوش مع الانفس ديالهم. القرار متاخد اذا خصو يتنفذ بلا دراما بلا اعذار وبلا فلسفه. عقلك ما كيخافش من الخدمه، كيخاف من الضخامه. الا قلتي خصني نبدل حياتي عقلك غادي يهرب. ولكن الا قلتي غادي نبدا واحد 10 دقائق فقط، ولا غادي نخدم واحد 10 دقائق، العقل كيسكت وكيبدا. الانضباط ما كيبداش بالقفزات الكبيره، كيبدا بافعال صغيره ولكن يوميه. والغريب هو ان الفعل الصغير الا تكرر كيولي وحش. الناس الضعف كيقولوا بغيت ننجح، الناس الاذكياء كيقولوا بغيت نكون واحد الشخص ما كيخليش الامور حتى توصل لواحد النقطه خطيره. الا درتي الفعل باش توصل للنتيجه غادي توقف ملي النتيجه تبان بعيده، ولكن الا درتي الفعل حيت هادشي هو اللي خصو يدار راه ما بقى عندك فين تهرب. قولها لراسك انا شخص كيكمل، انا شخص منضبط، انا ما كنخليش المزاج يقودني. ومع الوقت العقل كيطبق السلوك مع الهويه. المزاج مخادع، اليوم يقولك سير وغدا يقولك حبس. اما الوقت ما كيعقلش عليك، ما كيسولش عليك. خصك دير واحد القاعده في الحياه ديالك، في هذا الوقت خصك تخدم بلا نقاش. خصك مثلا تحدد واحد الساعه في النهار ديالك اللي سواء كنتي فرحان حزين معصب مقلق كتخدم فيها. حيت الانضباط كيتربى بالاحترام ديال المواعيد. حبس الاعتماد على القوة الإرادية. القوة الإرادية محدودة كتسالى، الناس الذكيين ما كيعولوش عليها، يسموا البيئة ديالهم. بغيتي تنضبط حيد الهاتف، 6 تطبيقات، بدل المكان، سهل البداية. الا كانت البداية صعيبة الانضباط غادي يخسر، اما الا كانت البداية سهلة راك غادي تبدا بلا تفكير. خاصك تتعلم تتحرك وانت ما باغيش، هاد النقطة خطيرة. خاصك توصل لمرحلة فين كتحرك وانت ما عندك حتى شي رغبة، حتى هنا كيطيح التحكم ديال المشاعر وكتبقى غير انت والقرار. واللي كيقدر يتحرك بلا رغبة راه ما يمكنش يوقف بسهولة. الانضباط ماشي تعذيب، الانضباط تحرر. حيت ملي كتولي منضبط ما كيبقى حتى شي شعور ولا شخص ولا ظرف يقدر يوقفك. وهاد الناس قلالين بزاف ولكن خطيرين.